يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض المباراة القادمة في إياب دور ال32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد الفوز الكبير أمام فريق سان جورج الأثيوبي ب3 أهداف دون مقابل في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة. وسيلتقي النادي الأهلي في المباراة القادمة مع فريق سان جورج الأثيوبي في إياب دور ال32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل 29 سبتمبر في 7 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر على استاد القاهرة الدولي، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. ويستعيد النادي الأهلي خدمات لاعبه رضا سليم في مباراة الإياب القادمة أمام فريق سان جورج بعد غيابه عن مباراة الذهاب لتنفيذ عقوبة الإيقاف. كما يواصل الفرنسي أنتوني موديست الغياب عن المباراة القادمة للنادي الأهلي بسبب عدم القيد، حيث سيحق له المشاركة مع الفريق بداية من دور المجموعات. ويحتاج النادي الأهلي في مباراة الإياب القادمة للفوز أو التعادل لحسم التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى النادي الأهلي للحفاظ على اللقب بعد نجاح الفريق في التأهل للنهائي في آخر 4 نسخ.